عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن في أصوات جوانا مش دايما بتكون أصواتنا، وقرارات بتتاخد مش دايما بتاعتنا. هنا هيجي سؤال: نعمل إيه بعد ما عرفنا الكلام ده؟ عشان الحقيقة المؤلمة إن الوعي لوحده مش كفاية ومش هيغير حياتك. أنت عندك الوعي، بس في خطوات لازم تعملها عشان تغير حياتك أو تطلع من الجزء ده. في ناس بتفهم نفسها كويس جدا وبرضه بتفضل تختار نفس الطريقة القديمة أو نفس اللي اتعودت عليه أو اللي اتزرع جواها من وهي صغيرة. خليني أقول لك حاجة يمكن تضايقك شوية: إن إحنا مش بنختار أغلب قراراتنا عموما كلنا. أنت فاكر إن أنت بتفكر، بس في الحقيقة أنت بتتجنب. طب بتتجنب إيه؟ أنت بتتجنب إن حد يزعل، بتتجنب إنك تبان غلط، إن يحصل مشكلة وما تقدرش تلمها أو تحلها. أنت مش حاسبها أو مش مستعد للمشكلة دي. بتتجنب نفس الإحساس اللي كنت بتحسه وأنت صغير أو اللي اتزرع جواك وأنت صغير. والمشكلة إنك ممكن تفضل طول عمرك فاكر إنك شخص متردد، وأنت بس متعلم تخاف أو تكون متردد أو مش عارف تاخد قرار. يعني أنت وأنت صغير اتعلمت إن أنت تكون خايف أو متردد أو مش عارف تاخد قرار لوحدك، لأن التصرفات دي من زمان أوي اتزرعت بدري جواك وأنت صغير واتكررت سنين وخلاص اتسيستمت عليها ودماغك اتسيستم عليها، فاتسجلت هنا، فأنت أوتوماتيك خلاص هي تصرفات ثابتة شغالة مستمرة إن أنت ما بتغيرهاش. ولو وصلت معايا في الجزء ده متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يستفيد. عايز أقول لك إن دماغك مش بيسأل هو ده صح ولا غلط، لأ، ده هو بيسأل هو ده آمن ولا لأ. ومش ده السؤال الصحيح. ولو الاختيار شبه حاجة زمان كانت بتجيب عقاب أو حتى لو بسيط، جسمك هيشدك لورا. لو مش جسمك بمعنى أدق، أوتوماتيك من غير تفكير دماغك هترجعك لورا. طب نعمل إيه لما نوصل للحتة دي أو نحط إيدينا على النقطة دي؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ في شوية خطوات لازم تجربها. أول ما توصل لنقطة الوعي أو تحط إيدك على المشكلة أو تعرف إن القرار اللي أنت بتاخده أو صوتك مش موجود، أنت عايش بالصوت بتاع زمان اللي أنت اتربيت عليه بتاع أهلك. أول خطوة لازم تفصل بين الإحساس والخطر. كل مرة تيجي تختار اسأل نفسك: هو أنا قلقان ولا في خطر حقيقي في الموضوع؟ لأن ساعات كتير اللي بتحسه هو مجرد ذكرى قديمة من اللي مزروعة جواك، ومفيش أي خطر ومفيش أي حاجة. طب تاني خطوة: حاول تختار اختيار صغير كده عكس النمط أو عكس الطبيعي بتاعك أو عكس اللي أنت متعود عليه. مش بقول لك اقلب حياتك 360 درجة، لا. طب مطلوب تعمل حركة صغيرة عكس اللي أنت متعود عليه. تعمل حاجة تخلي دماغك تبتدي تتعود على الجديد، أو تتعود إن في أفكار تانية أنت بتفكر فيها، في تصرفات تانية أنت ممكن تعملها، في قرارات تانية أنت ممكن تقدر تاخدها. مرة على مرة هتلاقي دماغك اتعودت وبتشتغل معاك. يعني مثلا حاول تقول رأيك حتى لو صوتك بيرتعش أو صوتك حاسس إن أنت مش سامعه، بس قول رأيك. حتى لو متأكد إن رأيك غلط قوله، مش هتخسر حاجة. حاول ترفض طلب بسيط، يعني اختار حاجة لنفسك أنت، عشانك أنت. المهم تكسر النمط، مش تبوظ الدنيا أو تبوظ حياتك، بس تكسر النمط اللي أنت مستمر عليه. طب تالت خطوة: تستحمل الشعور اللي أنت هتحسه، لأن أول مرة هتختار بإرادتك هتحس بذنب، هتحس بتوتر، هتحس بقلق، هتحس بخوف. هو ده مش معناه إن أنت غلط، ده معناه إن أنت بتجرب شعور جديد أو عملت حاجة دماغك مش متعود عليها فبتديك إنذار. والشجاعة مش إن أنت ما تخافش، لأ خاف. الشجاعة إن أنت تختار وأنت خايف. ويا سلام بقى لو الاختيار طلع صح، هيغير حاجات كتير. وفي تمرين صغير برضو ممكن نجربه ونشوف النتيجة إيه. هات ورقة وقلم واكتب اختيار أنت مأجله من زمان، أو قرار أنت عايز تاخده ومأجله من زمان. بعد ما تكتب القرار اكتب تحتيها أنت خايف من إيه، إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل لو أخدت القرار ده، ولو حصل أسوأ سيناريو هتقدر تتعامل معاه وإزاي.
أغلب الوقت هتكتشف إن أسوأ سيناريو ده أساسا مش كارثة، حاجة طبيعية وممكن تتعامل معاها وهتعدي ومش هيحصل أي حاجة. ولازم نفرق بين الثوابت الصحيحة اللي اتربينا عليها ومش مأثرة سلبيا علينا، وبين الحاجات الغلط اللي مش بتاعتنا ومش ماشية مع شخصياتنا ومعطلانا، ومحتاجين نشتغل عليها ونغيرها. لأن أول مرة تختار بإرادتك هتحس بذنب، وهتحس إن أنت خنت حد، أو إن أنت أناني أنت فكرت في نفسك بس الحقيقة إنك لأول مرة بتحط نفسك في الصورة، أو بتعمل حاجة عشان خاطر نفسك أنت. الصوت القديم هيظهر وهيزعقلك وهيقولك أنت بتعمل إيه، الناس هتقول علينا إيه، أنت إزاي تعمل كده، اللي أنت بتعمله ده غلط. اسمعه، مفيش مشاكل، خليه يزعق براحته، بس ما تمشيش وراه أو تصدقه لو فعلا محتاج تغير. يمكن بعد الحلقة دي حد سمعها أو شافها يبدأ تختار حاجة صغيرة بإرادته. بس في سؤال مهم: طب لو اخترت وما حصلش اللي انت كنت مستنيه، انت دلوقتي اخترت اختيار جديد وغيرت الطريقة وما حصلش اللي انت كنت مستنيه، لو لقيت الناس فعلا اللي حواليك زعلت او بعدوا عنك وبقيت انت لوحدك، ازاي تتحمل رد الفعل ده من غير ما ترجع تاني للاختيارات القديمة؟ مش معنى ان حصل رد الفعل ده ان انت يعني تمحي اللي انت عملته وترجع تاني زي الاول. الحلقة الجاية بإذن الله هنتكلم عن ازاي تستحمل الضغط، وازاي تبني ثقة حقيقية، مش مجرد قرار لحظي. عشان الحرية الصحيحة مش قرار مؤقت، لا، الحرية الصحيحة هي عاملة زي العضلة، لازم تتمرن عشان تقوى وتشتغل على طول. أشوفكم يوم الجمعة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.